تخيل بلد بمساحة قارة كاملة، بلد فيها تاريخ عريق وثقافة غنية، أرض مليانة انتقادات ما بين جمال وطبيعة وقسوة الطقس. دي روسيا، أرض الأحلام والحكايات، أرض كل حاجة فيها بتقول إحنا مش زي أي حد تاني، إحنا مختلفين. روسيا مش بس أكبر دولة في العالم، دي بلد مساحتها 17 مليون كيلو متر مربع وبتغطي 11 توقيت زمني مختلف. لما تفكر في روسيا لازم تتخيل إنك في عالم منفصل فيه كل حاجة: غابات التيغا اللي تعتبر أكبر غابة في العالم، جبال الأوروة اللي بتفصل ما بين أوروبا وآسيا، بحر الكازوين اللي هو أكبر بحيرة مالحة في العالم. أما عن المناخ، في 65% من مساحتها عبارة عن مناطق جليدية طول السنة. البلد دي حرفيا كوكب تاني مختلف عن أي بلد تاني. موسكو مش بس عاصمة روسيا، دي مدينة بتحكي تاريخ البلد كله. أول ما تحط رجليك في الميدان الأحمر بتحس إنك واقف قدام صفحة من كتب التاريخ المفتوح. الكريملين رمز للسلطة والقوة، كاتدرائية سانت بيسل لوحة بألوانها اللي بتخطف العين. وفي موسكو بتحس إنك في قلب الحياة، مدينة مليانة مطاعم، متاحف، أماكن تسويق. لكن موسكو مش بس صخب، فيها زوايا فيها هدوء وسحر زي مدينة غوركي اللي تعتبر واحدة من أجمل الأماكن للاسترخاء في العالم. لو موسكو هي القوة، في سانت بطرسبرغ هي الجمال والرومانسية. المدينة دي متأسسة على قنوات مائية وبتخلي شكلها تحفة جدا. قصر الشتاء اللي كان بيت القيصر جسر القصر اللي بينور بالليل ويبقى شبه بلوحة فنية. سانت بطرسبرغ مش مجرد مدينة، دي حكاية ما بين الإنسان والطبيعة. روسيا معروفة بتنوع طبيعتها اللي مش موجودة في أي مكان تاني. بحيرة بيكل أعمق بحيرة مياه عذبة في العالم، جبال الألاتاي اللي بتحس فيها إنك في عالم تاني. أما عن الحياة البرية، ففي روسيا هتشوف دبب قطبية، نمور سيبيرية، وذئاب بتعيش في الجليد. الطبيعة هناك مليانة حياة رغم برودة الطقس القاتلة. سيبيريا مش مجرد منطقة، دي أكبر مساحة جليدية مهولة في العالم. المنطقة دي بتمثل تحدي كبير وتحدي حقيقي للإنسان. الجو هناك ممكن يوصل ل50 درجة مئوية، والناس هناك عايشين وبيعتمدوا على الطبيعة عشان ينجوا. المنطقة دي رمز لقوة البشر وقدرتهم على التكيف. وفي سيبيريا في قطر سيبيريا العابر اللي بيعتبر أطول خط سكة حديدية في العالم. رحلة بتاخدك أكتر من أسبوع، لكنها تجربة فريدة بتشوف فيها كل ألوان الطبيعة الروسية. مشهورة بأكلها اللي بيواجه البرد القارس، بورشا شوربة بنجر اللي بتديك طاقة هائلة، بليناي عجينة محشية باللحمة وبتتاكل سخنة جدا. الشاي الروسي مشروب مقدس للدفى والتقارب يعني. الأكل هناك بسيط لكنه مليان نكهات عميقة بتجمع ما بين المكونات المحلية والتقليدية العريقة. الشعب الروسي بيتسمى بالصلابة والجدية في حياتهم اليومية، ورغم إنهم ممكن يبانوا جادين من بره، لكن لما تقرب منهم هتلاقي عندهم روح حلوة ودافية ومليانة ولاء واحترام للسياح. التاريخ الروسي مليان أحداث ضخمة غيرت وجه العالم. حقبة القيصر بدأت من إيفان الرهيب لحد نيكولاس الثاني، وثورة البلاشفة اللي قلبت نظام بالكامل وأسست الاتحاد السوفيتي، والحروب الباردة، الصراع المستمر مع الغرب امتد لعقود. تاريخ مليان دروس عن الصمود وقوة التغيير. في نهاية الرحلة اكتشفنا أن روسيا مش مجرد بلد، لكنها تجربة بتعلمك حاجات كتير. تعلمك الصبر قدام التحديات، تعلمك احترام الطبيعة بكل قوتها، وتعلمك أن القوة الحقيقية مش في السيطرة لكنها في الاستمرارية. لو لسه مزورتش روسيا، جهز شنطتك، لأن الرحلة دي تستاهل كل ثانية. شكرا لكم.